بداو كيبحثوا، وقد ما كيبحثوا والريحه كتعطي، قد ما كيبحثوا والريحه كتعطي اكثر فاكثر. وفجاه هو يبان توب، او بان واحد شويه من التوب اللي كان لابس فؤاد نهار العرس ديالو، توب ديال جبادور. وكل شيء تصدم، كل شيء تصدم من داك الشيء اللي شافه. تا واحد ما تيق داك المظهر. السلام عليكم ورحمة الله. من أروع القصص اللي سمعت في حياتي غادي نرويها لكم اليوم إن شاء الله. غادي نحاولوا نبدلوا الأسماء ونبدلوا الأماكن. من أروع القصص اللي غتسمعوا إن شاء الله. نبداو على بركة الله. بسم الله بسم الله بسم الله. واحد النهار واحد شاب في 30 من العمر ديالو خرج من السجن. والسبب ديال الدخول ديالو السجن وهو انه كان تعدى على شي راجل كبير في السن، كان ضرب شي مسن عنفو، وحكمت عليه المحكمة، يعني بالأدلة وبالشهود حكمت عليه المحكمة بعام واحد، يعني سنة نافذة حبسا. دوز هاد المدة هذه في الحبس وخرج. ولكن تعالى ونرجعوا الحياة ديال هاد الشاب هذا اللي سميتو حميد. حميد معروف عليه أنه واحد الإنسان اللي مقطوع من الشجرة، مقطوع من الشجرة. مرة يبات مع هذا، مرة يبات في الزنقة، مرة يبات في دوك الأماكن المهجورة، مثلا نوالة، خيمة، راكم عارفين أي بلاصة كيكونوا فيها بحال هاد المحلات والأمور اللي هي مهجورة. مهم هذه هي حياته، ما عنده لا دار ولا دوار كيف ما تيقولوا. انسان متشرد، يقدر يدير اي حاجه باش يعيش. واحد النهار اكبر خطا ارتكب في حياته هو عنف ذاك الراجل. وبسبب هذه القضيه، وحيت كانت كل الادله ضده، كانوا الشهود يعني عطاوه عام ديال الحبس. دوز ذاك العام، وصلت 10 ديال الصباح. هذاك النهار في 10 ديال الصباح خرج حميد كيقلب على خدمه. وكيف ما قلت هذيك اللحظه حميد عنده 30 سنه. خرج كيقلب على خدمه، كيدور عند اي محل تلاقى معاه في الطريق ديالو، او اي حاجه شافها، يعني شركه، مصنع، مزرعه، فيرما، يعني اي حاجه تيمشي عند مولاها. كيسول على الباترون، يعني رب العمل، وكيعرض عليه راسو. كل واش تيقول ليه، كاين اللي تيقول ليه انا ما خاصنيش الخدامه، يعني الخدامه اللي عندي كافيني. كاين اللي كيقول ليه حتى من بعد الا احتاجيناك ونعيطوا ليك. واحد النوع تيقولوا ليه ما نقدروش نخدموك، حيت قال لهم بانني، حيت قال لهم الحقيقه، قال لهم بانني يلا خارج من الحبس، راني ارتكبت واحد الغلط وضربت واحد الراجل كبير في السن ودوزت عام ديال الحبس، ولكن راني نادم وبغيت نبدل حياتي يعني وهاد الهضره هادي راكم عارفينها. يعني مشى لعند بزاف ديال المحلات، مشى لعند واحد السيد كيبيع الخضره، مشى لعند واحد المقهى شعبي، مشى لعند واحد مشى لعند بزاف ديال الناس، وكيعرض عليهم راسو، يعني برواتب او باجره اللي هي يعني بخيسه جدا. يعني تيقول لهم غير خدموني، غير باللي عطا الله، انا راني تبت وبغيت نتعلم شي حاجه وكذا ولهيه. كما قلت لكم كله واش كيعطيه من عذر، يعني تا واحد ما باغي يخدمو. وخصوصا ملي كيعرفوا بانه يلا خارج من الحبس، كيخافوا على راسهم. وبلا شك فهمتوا واش قصدت. اخر واحد غيمشي عنده هو واحد السيد كان تيملك واحد المقهى. مقهى ماشي شي مقهى اللي هي فاخره، ولكن يعني مقهى فيها الحركه. قال لي يا ودي انا بغيت نخدم معاك، وعاود لي القصه. انا يلا خارج من الحبس، عندي 30 سنه وارتكبت واحد الخطا، القصه اللي قلنا في الاول، وانا تبت ونادم، وبنادم كيخطا غير مره واحده، وراه حتى واحد ما باغي يخدمني، خصوصا مني كيعرفوني بانني عندي سوابق ويلا خارج من الحبس، وانا خطأت وبغيت نصلح الاخطاء وكذا ولهيه.
قال لي اودي اش نقول لك، الحقيقه هي هذه اللي غتسمع، وهي راه ما كايناش الخدمه. انا هاد الخدامه اللي عندي كافيني، واللي عنده شي بلاصه يعني راه شادها ما يمكنش ندخلك، والله يسهل عليك. ولكن راك بقيتي فيا وقطعتي ليا بقلبي، وغادي ننصحك وغادي نوريك واحد السيد غادي تمشي عندو. راه الا ما خدمكش راه غادي يدور معاك ويتهلا فيك ويسكنك. هادي في حالتي الا ما خدمكش. هاد السيد هذا قال ليه راه معروف بيدو مبسوطة ويدو بيضاء وتينفق على المساكين والمحتاجين ما شاء الله. قال لي واحد الإنسان اللي عطاه الله واحد القلب حنين، وإنسان رحيم، وإنسان لباس عليه وعنده المزارع وعنده المشاريع وعنده الأراضي وعنده البهايم، يعني المواشي، البقار والغنام والماعز ما شاء الله. ومشهور في هذيك المدينة ومشهور حتى في المدن المجاورة، المدن اللي مجاورين معاها. قال لي صافي انا ما خاسر حتى حاجة، غادي نمشي على الله. وقال ليه سير لديك المدينة. هذيك المدينة الإخوان كانت هي قنيطرة، وماشي بالضبط في الوسط ديال قنيطرة، يعني في الجنب ديالها، البلاصة اللي يعني غير الخلا كاين اتساع موجود، كاين الفيرمات وكاين المزاريع وكاين، يعني ماشي في السونتر ديال المدينة، ماشي في وسط المدينة. مني مشى بدا كيقلب على هاد الراجل هذا اللي، هاد الفاعل الخير، هاد المحسن اللي لاباس عليه وكيدير الخير. وقال ليه السمية ديالو، قال ليه سول على الحاج الشافعي. عقلو بزاف على هاد الاسم، راه ما شاء الله واحد البطل كبير في هاد القصة هادي وغادي يبهركم. سميتو الحاج الشافعي. اول واحد سولو قال ليه واش كتعرفي الحاج الشافعي؟ قال لي الله يا ودي شكون اللي ما يعرفش الحاج الشافعي؟ الحاج الشافعي قال لي مشهور في المنطقة كاملة، قال لي وفي المدن المجاورة، قال لي كلشي كيعرفو. نعت ليه قال لي سير للبلاصة الفلانية، سير لديك المزرعة الفلانية، وراه غتصيبي تما شي خدام ولا شي عساس، وقول ليه كنسول على الحاج الشافعي، وهو غادي يوريك الحاج الشافعي بالضبط. راه غادي يكلمو ليك ويدخلك تهضر معاه وتشوفو. فعلا داكشي اللي كان الاخوان. قالوا ليه راه واحد السيد كي يسول عليك، راه باغيك، راه جاي من المكان الفلاني، راه قاصدك من مكان بعيد. قال لهم مرحبا بضيف الله. دخلوا عنده، جاب الحاج، جاب اتاي، الحاج الشافعي جاب اتاي وجاب داكشي اللي قسم الله. وشافوا من حالته عرفوا بانه عنده شي قصه غريبه. قال ليه كي داير؟ بخير، لاباس عليك، مرحبا. قال ليه تفضل اولدي، اشنو هي قصتك؟ عاود لي قصتك. قال لي ودي انا راه صيفطوني عندك شي محسنين، قالوا لي بانك كدير الخير بزاف وراجل معروف في هذه المنطقه هذه وكتعاون الايتام والارامل والدراويش، وراني قصدتك والمقصود الله. قال لي ودي راني يلا خارج من الحبس وغلطت واحد الغلطه، ضربت واحد الراجل كبير في السن وحكموا عليا بعام ديال الحبس، وانا نادم وبغيت نغير حياتي وبغيت نتعلم شي حرفة ولا شي خدمة ونخدم على راسي ان شاء الله ونتزوج راكم عارفين هاد الهضره هادي كي دايره. الحاج الشافعي الله يجازيه بخير سمع ليه مزيان وصغى ليه مزيان وعطاه ودنو وخلاه تكمل. قال ليه عفوا، قال ليه ولدي الحقيقه انا راني عندي الخدامه الكافيين، يعني كل شاد بلاصتو. قال لي بحال دوك، بحال شي وحدين من دوك الاولين اللي مشى عندهم. قال لي ودي راه كل شاد بلاصتو، والخدامه انا عندي الحمد لله موجودين، ولكن مني قصدتيني من مكان بعيد وضربتيها الطريق كامله، ان شاء الله يكون خير. غادي ندير معاك داكشي اللي نقدر عليه ولا نجحتي معايا وكنتي واحد الانسان اللي تستاهلي، راه ما يخصك تا خير. وراه واحد البيت في المزرعه ديالو، في المزرعه اللي قريبه للحاج الشافعي ولا كيجي ليها بزاف. وراه واحد البيت وقال ليه ان شاء الله غتسكني في هذا البيت هذا. قال ليه صلحو
يعني كل شيء على حساب الحاج ولا غيتكلف، قال لي صلحوه ونظفوه ونقيه وصبغوه الى غير ذلك باش يولي صالح. داك البيت مهجور الحقيقه، ما كيسكن فيه حتى واحد، بيت مزيان غير هو يعني بيت مهجور، ما يعني ضروري غتكون فيه الغبره ويكون مسخ قال لي قضي بهذا البيت هذا، راهي تما يدير الله خير ان شاء الله. داكشي اللي كان، شرى لي حوايج نقيين وتهلا فيه، والسيد ولا كيبان زوين ونقي، حيت اول مره جا عند الحاج جا عندهم يعني حالته كتبين بانه متشرد، حوايجو شويه مكرفسين وحالته يعني ما هياش يعني جميع العلامات كتشير بان هاد السيد يعني ولد الشارع، ولد الشارع ومقطوع من الشجره كيف ما قلت لكم. الحاج تهلا فيه وقال لي كلام زين، وقال لي ان شاء الله غدا تبدا الخدمه، قال لي ان شاء الله غدا تبدا الخدمه. صباح الحال، ارتاح مع راسو مزيان، صباح الحال بدا الخدمه ديالو في المزرعه. راكم عارفين الخدمه في المزرعه يعني اش غتكون فيها، غيكون فيها يعني غيقابل الخدامه، غادي يحش، غادي يقدر يحرات، يقدر يسوق تراكتور، يقدر يقابل البهايم، يقدر يورد البهايم، يقدر يدير اي حاجه من هذا القبيل هذا. المهم داز بعض الايام وبقى خدام مع الحاج. عجب الحاج مزيان يعني، كيفيق بكري، كيأدي الواجبات ديالو على احسن ما يرام، خدام مزيان كيجتهد. كما ذكرت الروايات والمصادر بانه كيفيق مع الصباح كيبقى خدام حتى العشيه كيف ما كيقولوا بدون كلل وبدون ملل، وما كيردش على الحاج شي كلمه. اي حاجه قال لي الحاج الشافعي كيديرها، دوز من هنا جيب هادي راه هادي، هو تيقول لي غير مرحبا عمي، ايه عمي هكا عمي. كيصيفطوا لشي بلايص خارج المدينه او غير تما في الفيلاج، يعني اي حاجه كيقضيها الحاج. وقد ما الوقت كيمر، قد ما الوقت كيمر، وهاد الشاب هذا اللي سميتو حميد كيزيد يكبر في عينين الحاج الشافعي، حيت ما عمرو كما قلت ما عمرو رد عليه الهضره ولا قال ليه لا. اي حاجه تيقولها ليه تيقول ليه مرحبا اعمي الحاج. ويوم بعد يوم كيف ما قلت لكم الاخوان والاخوات بدا تيكبر في العينين ديال الحاج، ولا كيكلفو بمهمات كبار. مره مثلا صيفطوا لواحد المزرعه اخرى، مقابلين واحد الناس اخرين، بحال نقولوا حنا بالدارجه المغربيه بحال يعني عاطيها ليهم يعني بالخامسه ولا بالرابعه، ولا هما اللي مكلفين بها، عايشين فيها هذيك الاسره عايشه في هذيك المزرعه، وديرين معاه واحد القانون. يعني كنقولوا حنا مثلا الرابع او الخامسه مثلا، داكشي اللي بردو كيقسموه مع الحاج، مع مول الشي او مع مول الفيرما او مع مول المزرعه. هذاك النهار الحاج الشافعي صيفط هذا الشاب هذا اللي هو سميتو حميد، اللي يوم بعد يوم كيزيد يترقى عنده في السلم، صيفطو لواحد المدينه اخرى، فيها واحد مدينه مجاوره فيها واحد المزرعه. قال لي غتمشي لتما لعند دوك الناس، راني هضرت معاهم وغتعطي وغيعطيوك هذيك البركه اللي جات في حقي وغتجيبها. فعلا نيت تنقل حميد لديك المدينه وجاب ديك البركه، يعني ما ناقص منها حتى ريال ولا حتى درهم، ورجع يعني بطريقه عاديه، يعني بلا اي حاجه يعني اللي غريبه، وسلم الحاج ديك البركه كيف ما قلنا. ومره اخرى كيزيد هاد الشاب هذا اللي هو حميد كيزيد يكبر، كيكبر في العينين ديال الحاج الشافعي. ومني قام لي بهاد المهمه هادي زادوا في الراتب، زادوا في الراتب واعتبروا بحال ولدو، يعني زادوا في الراتب وبشروا بواحد البشاره جديده. قال ليه انت فيك المعقول وكتخدم مزيان وما عمرك رفضتي ليا شي حاجه، وانا هكا بغيتك ان شاء الله، وان شاء الله راه لا بقيتي هكا راه غتمشي بخير وعلى خير. قال ليه هاد البيت هذا اللي ساكن فيه كنتي عام سلك بيه، راهي تما يدير الله خير،
ودروك ان شاء الله مني بينتي الكفاءة ديالك، راني بغيت نبني ليك واحد الدار صغيرة، واحد البيت صغير. ما غنبني لك واحد الدار صغير، يعني كما كتعرفوا بغي يبني لي واحد الدار اللي هي صغيرة، واحد 50 متر ولا 40 متر، فيها مرحاض يعني طواليت، وفيها مطبخ، وفيها واحد المريح صغير، وشي بيت يعني ديال الزوفري يعني قاده وفايته. راكم عارفين المغاربة والجزائريين يعني عارفين هاد الامور هادي وعايشينها في الواقع، ما كاينلاش نبقاو نشرحوا بزاف التفاصيل ديال الواقع. فعلا هدم هذاك البيت وبنى ليه واحد البيت زوين في بلاصة هذاك، بيت عصري صبغو، يعني فيه كاع الامور اللي زوينه اي واحد يتمناه. وفرح بزاف حميد، وقارن حياته ديال دابا مع حياته في الحبس ومع حياته قبل الحبس، كيف كان متشرد وتزنقة وما عنده لا دار لا دوار ويتيم. والحمد لله دروك ولا بخير وعلى خير. وهادشي ما زادو الا اجتهاد في العمل ديالو، وما زادو الا وكبروا في العينين ديال الحاج. مرة أخرى تاني الحاج كانت عنده واحد شي ديور، شقق يعني ديور، كان كاريهم للناس. واحد النهار تاني صيفطو عاد تما قريبة للبلاصة ديال السكنة فين كيسكن الحاج، ولا فين ساكن هاد الشاب في المزرعة، لأن الحاج كيسكن غير حدا المزرعة، حيت هذيك هي المزرعة الرسمية ديال الحاج. واحد النهار الحاج صيفط حميد باش يجمع عليه الكرا، يعني الأجرة ديال واحد الديور كاريهم للناس. هذا معلم، هذا مهندس، هذا إلى غير ذلك. هو كان بالإضافة إلى العمل ديالو في الزراعة وسميتو، كان عنده هذا الحاج كان عنده حتى ديور كيبنيهم يكريهم للناس، وبعض المرات كيبيعهم، يعني كيستثمر في العقار. قال لي يا ودي غتمشي لذوك الديور عاد مواليهم، راني هاضر معاهم وغتجمع لي ديك البركه ديال الاجره الشهريه وغتجيبها ليا. فعلا نيت قام بداك الشيء اللي قال ليه، مشى لم ديك البركه وجابها قدمها ليه، يعني بلا ما ينقص منها حتى ريال او حتى درهم. وكيف ما قلت اي حاجه كيديرها واي حاجه كيجربوا بها الحاج، خصوصا الحوايج اللي فيهم الفلوس، ف وكينجح فيها الحاج كيزيد يتيق فيه وكيكبر في عينيه وكيقدم ليه شي حاجه. عاود تاني قال لي يا ودي غادي نزيدك في الاجره، حيت انت واحد الشاب اللي تستاهل كل خير، وما يخصك ان شاء الله تا خير من هنا لقدام، غير كمل معايا وما غيخصك تا خير. هاد الحاج هذا الاخوان معروف بانه كيف ما قلنا في الاول شكرناه وذكرنا المحاسن ديالو، ولكن ما ذكرناش واحد القضيه كيديرها مع الازواج ديال بناته. هاد القضيه هذه اللي غنقول لكم كيديرها مع دوك الناس او دوك الشباب او ولا دوك العرسان اللي كيجيو يخطبوا بناته. اش كيدير معاهم؟ كيدير معاهم انه اي واحد جا يخطف بنته كيتهلا فيه ديال المعقول. خاصو غير يكون واحد الشاب ولا واحد الانسان اللي هو مخلق ومؤدب، ما يكونش يعني كيشرب ولا كيكمي ولا ما مزيانش ولا تضرب ليه بنته. ولا اهم حاجه هو يكون هاد العريس هذا يكون زوين وظريف فقط، يكون غير ود الناس. هاد زوين ما كنعنيش بها في وجهه، ولكن كنعني بها الاخلاق ديالو. حيت الحاج واحد الانسان اللي لاباس عليه وكيدير الخير في البعيد، وما ادراك في القريب اللي غيولي راجل بنته. كما قلنا اش كيدير هاد الحاج للازواج ديال بناته الجداد؟ كيبني لهم واحد الدار اللي هي كبيره وفخمه، وكيجهزها لهم وكيأتتها لهم من طقطقه السلام عليكم، كما كنقولوا حنا المغاربه، من طقطقه حتى السلام عليكم. غير خذ المفتاح وافتح ونعس مع راسك في الشقه، كل شيء موجود، مجهز الدار من الالف حتى الياء.
وتيكتب ليهم شي بقعه من البقاع الارضيه اللي عنده، شي مزرعه ولا شي بقعه، يعني باش البنت ديالو والراجل ديالها يعيشوا واحد العيشه كريمه، واحد العيشه اللي هي زوينه. وكيبغي يعني يشوف البنت ديالو ظاهره عليها النعمه ديال باها. وكاينين بزاف ديال الناس اللي لاباس عليهم كيديروا هكا مع بناتهم ومع المقربين ديالهم، خصوصا بناتهم لانهم طرف منهم. هادشي هو اللي كيدير مع الازواج ديالو كيف ما قلنا، وكيتهلا في الناس بزاف ومعروف عليه ود الخير ديال المعقول. ود الخير اي واحد جا ما كيردوش، كيف ما كان نوعه، ولا ما عطاه الكثير يعطيه القليل. مشى يوم وجا يوم، وهنا الشاب اللي هو سميتو حميد مشى يوم وجا يوم، ماشي غير يوم، مشى يوم وجا يوم، وجات شهور ومشات سنوات وجات سنوات، يعني داز تقريبا 10 سنين. وحميد خدام بخير وعلى خير، ما خاصو تا خير، ويوم بعد يوم كيجتهد في العمل ديالو، ولا واحد المزارع كبير وتعلم الحرفة ديال المعقول. واحد النهار من نهارات الله جا حميد عند الحاج الشافعي ويطلب منه واحد طلب غريب. قال ليه عمي الحاج، بغيتك تكتب لي هاد القطعة اللي فيها هاد الدار ديالي، الدار اللي قلنا قبيلة بأنه بناها ليه كجزاء على العمل ديالو، التفاني في الخدمة والاجتهاد في الخدمة. قال لي هاد الدار هادي بغيتك تكتبها لي. الحاج الشافعي جاتو غريبة هاد المسألة هادي، جاتو غريبة بزاف، وقال لي لا ولدي ما يمكنش. هاد الأرض يعني أنا وارثها على جدودي، وخصوصا هاد الأرض هادي وارثها على جدودي، يعني هاديك المزرعة هي الأرض المركزية وهي الكبيرة بزاف، وديك الدار اللي بنا ليه اللي بنا الحميد جات في الطرف ديالها، يعني جات في الراس ديال المزرعة. قال لي مادام هي جات في الراس ديال المزرعة يعني في الطرف ديال المزرعة، كتبها لي. الحاج قال لي لا ما يمكنش، هادي مخلينها ليا جدودي كنشم فيها الريحة، والحقيقة أنا ما نقدرش نفرط فيها، والحمد لله أنا هاد الدار ما عندك ما ديري بها، أنا درت معك اللازم وتهليت فيك وعلمتك وتبارك الله وليتي راجل وما عمري يعني قصات في حقك وكنخلصك مزيان وكذا ولهيه. اسمح لي يا ولدي ما نقدرش على هاد الطلب هذا. ويقول ليه هو حميد عارفوا بانه ما غاديش يعطيها ليه، وعارفوا بانه ما عجبوش الحال، ويقول ليه صافي يا عمي الحاج، صافي ما وقع والو، صافي نسى، صافي يا عمي الحاج اسمح لي اسمح لي. صافي يعني دازت بعض الايام، خدموا عادي تيخدموا، تيتقدى ليه تيطيعو تيدير ليه اي حاجه. داز ثاني الايام هو يعيط ليه، قال ليه الحاج الشافعي عيط للحميد قال ليه اولدي راني عندي واحد الموضوع مهم وبغيت نتشاركو معاك ولا بغيت نتشاور معاك. قال لي اي مرحبا، اي يا عمي مرحبا، تفضل. قال ليه انا عندي جوج بنات زوجتهم، و... والبنت الثالثه راه خطابها فؤاد، خطابها فؤاد هو اللي مكلف ليه بالبهايم، يعني المواشي ديال الحاج، بحال قلنا هو المدير ديال القطاع ديال المواشي. قال لي قال لي واش كتعرف فؤاد؟ قال لي كنعرفو فؤاد اللي مقابل لك البهايم. قال ليه كي جا؟ قال ليه الله يعمرها دار. قال لي راه جا خطبها وراه عطيناها ليه على سنة الله ورسوله وكتبنا العقد، وراه بغيت نكلفك بواحد المهمة. هنايا فؤاد تزنق وطلع ليه الدم وتعصب، ولكن لسوء الحظ ان الحاج الشافعي ما ردش البال لهاد المسألة، ما ردش البال بأن حميد ضايق من هاد الكلام هذا. قال لي أي مرحبا، قال لي بغيتك تساعدني، قال لي أي مرحبا. قال لي شوف العرس راه غادي يكون إن شاء الله
التاريخ الفلاني، وراه ان شاء الله العرس، الخيمه او الخيمات اللي غادي نديروا فيهم العرس راه غادي يكونوا في هذه المزرعه هذه. كما قلنا المزرعه قريبه من الدار او المنزل اللي كيعيش فيه الحاج الشافعي، وبغى يدير تمايا، يعني تما كاين واحد اتساع، واحد المنظر زوين، وتما بغاو يديروا العرس. قال لي راه غنديروا هنا في المزرعه، وقال لي غنكلفك بكل شيء، جميع الامور ديال العرس غتكلفي بها. غتمشي تجيبي الخيمات، غتجيبي الخيام يعني الخيمات او الخزانات، غتبنيهم وغتكلفي بالزواق وبالديكور وبالاكل كل شيء غتكلفي به، كل شيء من الطقطق حتى السلام عليكم، من الالف حتى الياء. قال لي صافي يا عمي كون هاني كما تحبي ان شاء الله، ما يكون غير خاطرك، انا غنقوم بكل شيء. فعلا داكشي اللي دار حميد، يعني قام بكل شيء على احسن وجه، جهز كل شيء، ما نقى الطريق، دار داكشي ديال الزينه والبولاط والمهم كل شيء داروا الحمد لله كما كتشوفوا في الافلام ديال الناس اللي لاباس عليهم. ايوا سيدي، دازت الايام وجا التاريخ ديال العرس. الناس فرحانين، الحاج معيط لصحابو واهلو والناس اللي كيعرفهم في الخدمه والعمال وكل شيء حاضر. كذلك ومثال عزيز عفوا فؤاد اللي هو زوج بنته المستقبلي، حتى هو فرحان وجيب عائلته وجيب الاهل ديالو وصحابه، وهو فرحان ايضا بزاف، الفرحه بتقتلو. العروسه بنت الحاج اللي هي غتولي زوجة ديال فؤاد، حتى هي فرحانه، ما كما تيقولوا ما قادها فرحه. كل تيضربوا وتيشطحوا، العيالات تيضربوا يعني في مكان خاص بهم، والعروسه مع صحاباتها ومحنيه وكل شيء تبارك الله ما شاء الله. كما كتعرفوا التقاليد المغربيه والجزائريه، يعني راه دابا غادي تكونوا عشتوا الجو وتخيلتوا اش كان في هذيك الخيمه او في دوك الخيمات. واحد اللحظه العريس مشى، العريس اللي هو فؤاد استأذن من الزوجه ديالو اللي هي بنت الحاج الشافعي، اللي هي البنت الثالثه، استأذن منها، قال لي هاني جاي. صافي مشى، خرج من ورا الخيمه ومشى. قالوا راه عادي ماشي مشكل، راه غادي المرحاض ولا غادي يقضي شي غراض ولا داكشي طبيعي، يعني راه ضروري العريس يقدر يمشي ويجي، يعني ما كاين حتى مشكل عادي. ولكن المفاجأة انه تسناوه واحد الخمسة دقائق الاولى ما جاش، نص ساعة الاولى ما جاش، الساعة الاولى ما جاش، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، يقلبوا هنا يقلبوا لهيه، ما طاح في شي حفرة، ياك ما كذا ياك ما لهيه، ولكن بدون جدوى، كأن الأرض سرطاته. صافي تفركت داك العرس كما تنقولوا حنا بالدارجة المغربية، تفركت العرس، كل مشى حال سبيلو. كثرت الهضره، كل واش كيقول راكم عارفين، خصوصا في هذه المناسبات ديال الزواج وخصوصا مع العيالات، كل واش كيقول. كاين اللي كيقول راه ما قدش على المسؤوليه، راه يلا حس بالمسؤوليه، راه يلا عرف راسو واش دار. كاين اللي كيقول لك ما العروسه فيها شي مشكل، كاين اللي كيقول راه مسحور، راه مسحوره، راه كذا راه هي. المهم كما تيقولوا، كما تيقول المثل المشهور، ملي كطيح البقره كيكثروا جناوه. المهم فؤاد سرطته الارض. داز ايام وهم على هذا الحال، علموا يعني من بعد ما علموا الشرطه بحثت، قلبت، سولت الجيران، سولوا صحابو، سولوا الخدامه، يعني كل شيء دوزوه، الشرطه دوزت كل شيء، يعني اي واحد كيشكوا فيه او ما كيشكوا فيش، يعني حيت راه في الجرائم وفي سميتو راه يعني راه شي حاجه بسيطه كتقدر تفك لك هذيك الكبه المخبله، كتقدر تعطيك راس الخيط، وكتوريك يعني بزاف ديال الطرق اللي كيوريوك المجرم او الجاني. يعني داروا جميع الامور، الشرطه ما توصلوا بتا حاجه، يعني
السيد سرطاتو الارض. دازت واحد الايام، كما قلت لكم الاخوان والاخوات، دازت شي ايام قليله، الحاج الشافعي ولا كيشوف الشاب حميد اللي هو خدمو 10 سنين هادي هو كيخدمو، ولا كيشوف ليه في وجهه يعني بحال هاد الشخص تبدل، ولا كيشوف شي حوايج ما هماش، ولا كيشوف ليه في وجهه بحال بيه شي حاجه، بحال مقلق، بحال كيفكر في شي حاجه. المهم عطاه الله هاد الشعور هذا وهاد الاحساس ورد ليه البال. الحاج واحد النهار مشى للدار ديالو مباشره، مني شاف هاد الشاب ما بقاش كيف ما هو، مشى للدار ديالو بدا كيفكر. قال هاد السيد ما عرفت مالو تغير هاد الايام، وهو يتفكر وهو يستحضر طلب اللي كان طلب منه هادي مده. والطلب هو كيما قلت لكم، كان قال ليه بغيتك تكتب لي هاد البيت او هاد الدار في سميتي. هو يقول كيفاش؟ قال حميد لاش بغى هاد البيت؟ هاد البيت مبني في واحد المساحه غير صغيره، ما لا يقليل حتى حاجه، ما يغنيه لا يغني ولا يشبع من جوع كما تيقولوا. هاد القضيه اللي تفكر فيها زاد قلقت الحاج الشافعي وخلته كيطرح اكثر من سؤال. واحد النهار الحاج ديز من حدا ديك الدار اللي كيسكن فيها حميد، وحدا من تحت الباب بان ليه بان ديك الارضيه ديال الدار ما بقاتش على الطبيعه ديالها الاصليه. كما كتعرفوا واحد الحاجه اللي مبنيه اول مره، يعني مبنيه يعني مجموعه من الصفر، ماشي بحال واحد الحاجه اللي خدمتي فيها شي بريكول ولا حافر فيها شي حفره ولا كذا ولا لهي. المهم الحاجه غير من البعد شاف بانه كاين واحد التغيير في الارضيه ديال المنزل ديال حميد اللي كان بنى ليه وعطاه ليه كهديه. وهنا الحاج الشافعي زاد دخلوا الشك اكثر فاكثر، ولا كيقول كاين شي سر هنايا، كاين شي حاجه هنايا، خصوصا من يربط هاد الامور كامله مع الطلب اللي كان طلب منه. هنا الحاج غادي يمشي عند حميد وغيقول ليه، غادي يقول ليه سيدي بغيتك تكلفي عليا بواحد المهمه. الحاج بغى يكلفو بواحد المهمه خارج المدينه، يعني بغى يقديه غير باش يبعدوا على الدار، والحاج يكون عنده الوقت باش يرجع للدار ويدخل ليها ويشوف اش كاين في هذيك الدار. فعلا الحاج سخر حميد باش يمشي يتقدى ليه من المدينه، وفي ديك اللحظه بالضبط كيمشي الحاج الشافعي الدار وكيفتح الباب، وفعلا كيصيب بان الارضيه ديال الدار يعني في المراح مبدله، يعني عليها واحد الطبقه زايده، عليها واحد الطبقه. مثلا ديك الارضيه ديال الدار كتكون مقاده، يعني ملسه مقاده، ولكن هو صاف فيها واحد الطبقه اخرى تزاد فوق ديك الارضيه الاولى، يعني ولا جوج طبقات ولات عاليه، يعني كتثير الشكوك وكتثير الانتباه. اي انسان فينا غادي يشوف هذاك الشيء غيقول هذا الشيء كيفاش، اشنو هو السبب؟ حنا بني ادم طبيعتنا يعني كنشكو كنطرحوا الاسئله وفضوليين كيف ما تيقولوا، عز علينا الفضول، هي حاجه كنبغوا نقولوا كيفاش وعلاش، لماذا وكيف. صافي مني شاف هذاك المنظر خرج وسط الدار بحال حتى حاجه ما كاينه، ويتوجه مباشره، توجه هاد الراجل الحاج الشافعي توجه عاد واحد الشخص من العائله ديالو من المقربين، وهذا الشخص هذا شرطي، مفتش شرطه، وباقي تيخدم ماشي متقاعد ولا. ويقول ليه
واش كتعرفي داك السيد اللي كيخدم معنا في المزرعه؟ فلان. قال لي كنعرفو. قال لي واش حميد؟ قال لي حميد كنعرفو. قال لي كنشوفو معاك وكنشوفو خدام وكذا وليه. قال لي مالو؟ قال لي اودي راه كنت عطيته واحد المنزل، واحد الدار صغيره، كنت هديتها ليه. مي معاود لي القصه كامله، انا ما غاديش نعاودها لكم حيت نتوما عارفينها. وقال ليه راه هاد الايام ثار الانتباه ديالي، وهذا الشيء قال لي خلاني، قال لي نمشي للدار ديالو. قال لي الدار اللي في المزرعه ديالي اللي قريبه للدار. قال لي عرفتها. قال لي خلاني نمشي تما، قال لي ونقلب. قال لي وانا نصيب واحد السر غريب تما. قال لي كاينه واحد الطبقه يعني مبنيه بالاسمنت فوق الطبقه الاصليه ديال الدار. وقال لي الدار باقا جديده، يعني الدار ما غتحتاج شي اصلاح ولا كذا قال لي هذاك المفتيش قال لي اجي الحاج يلا انت. قال ليه نتوما لحد الان، قال ليه مازلتو ما صبتوش فؤاد العريس السابق ديال الابنه ديالك. قال لي مازلتو ما صبتوش. وقال لي ممكن قال لي تكون شي حاجه عندها علاقه بعزيز. قال ليه الحاج لا 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 لا، ما تقولش هاد الهضره. حميد واحد الشاب اللي 10 سنين هذه هو معانا، وما شلنا منه غير الخير، وانسان خلوق وتبارك الله ما شاء الله، وما يقدرش يدير هاد الشيء وكذا. ويقول ليه نسيت واحد المعطى. قال لي بانه مني دخلت للدار كنشم واحد الريحه كريهه في الدار، بالاضافه الى ديك الارضيه اللي فيها واحد الطبقه جديده ديال السيمه عاليه ومفروشه. قال لي راه كنشم شي ريحه خانزه. والشرطي كما كتعرفوا او هذا المفتش هذا اللي من العائله ديال الحاج، يعني راه شرطي ومدوز يعني هاد الحوادث، ومدوز الاجرام وقاري هاد الشيء، يعني شبعان مشاكل وشبعان خبره وتجربه، كما تيقولوا مخضرم في العمل ديالو. قال لي شوف عمي الحاج، قال ليه راه تما كاينه شي جثه. قال لي مادام قال لي كاين الريحه وكاين هاد الاوصاف اللي قلتي لي تما، قال لي يا عمي الحاج كاينه شي جثه، ولا ما كانت قال لي ديال فؤاد زوج بنتك اللي توفى الله يرحمه، راه غادي تكون ديال شي واحد اخر. قال لي واش تعطيني الاذن باش نمشي لتما؟ قال لي نعطيوك الاذن باش تمشي لتما. يعني هذا المفتش اللي من العائله دار الاجراءات القانونيه، وجا الفريق ديال الشرطه، ومشى الحاج يعني، مشى اي واحد يعني عنده الحق يمشي لتما من المقربين ديال العائله. مشاو سيدي، حلوا الباب، وللاشاره في هذه اللحظه هذه في هذه اللحظه هذه البطل ديال القصه ديالنا اللي هو ما غاديش نقولوا بطل، ولكن الشاب حميد كان معاهم. مشى معاهم دخلوا جبدوا الفيسان، بداو سيدي كيقوموا باللازم، بداو كيبحثوا، وديك الريحه غانزه. وقد ما كيبحثوا اكثر فاكثر كتزيد الريحه تعطي، وكتزيد الريحه تخنق لهم من اخرهم. فجاه غادي يبان واحد الطرف صغير ديال الثوب، وتعرفوا عليه الناس اللي كانوا قراب من عزيز. بان بان داك الثوب ديال جابادور. شويه بانت البلغه، وفجاه وكل شيء غيتصدم، وكل شيء غيحير، وما صدقوش روسهم مني غتبان لهم الجثه ديال عزيز كامله مدفونه تما في الدار. عفوا الجثه ديال فؤاد كامله مدفونه في الدار ديال حميد. وهنا غيتم القبض
على حميد وغادي يمونطوه. يعني هنا كل شيء تفضح، كل شيء بان، يعني ما بقى ما يتخبى، كل شيء بقى مبهوض بالسيد اللي تاقوا فيه سنوات هو معاهم وتهلاو فيه وداروا فيه الخير وخرجوه من الظلمات الى النور. يعني ما بقى ما بقاش ما ينكر واجهه بالادله الدامغه، شاف بعينيه ماشي شي شهود ولا شي حاجه ولا. يا سيدي هو يعاود ليهم، قال لهم ودي ها كاين وها كاين، اللي عطا الله عطاه، انا اللي قتلته، انا مول الفعله. ثم بدا كيعاود لهم بالتفاصيل. قالوا ليه هذا هو الخير اللي دار فيك هاد الحاج الشافعي وتهلا فيك وضرب معاك تماره وعلمك وردك راجل ودار معاك كل انواع الاحسان، هذا هو الخير اللي رديتي ليه. قالوا لي شنو هو الدافع او اشنو هو السبب اللي خلاك تقوم بهاد الجريمه الشنيعه جدا فجدا. قال لي ما ودي، هاد الهضره اللي قلتو كامله كاينه، الحاج قدم لي بزاف، ولكن نهار سقط الخبر بانه بغى يزوج بنته الثالثه دارت بيا الدنيا. قالوا ليه واش كنتي كتبغيها، كانت عندك مع شي علاقه؟ قال لهم لا، ما عمري شفتها، ما بيني وبينها حتى حاجه، ما في راسها والو. غير قال لهم هاد البنت كانت عنده، هي البنت رقم 3، يعني البنت الثالثه، ويعني كانت شويه كبيره في السن، والبنت الاخرى اللي كانت معها يعني كانت هي البنت الرابعه وباقا صغيره. قال لهم هاد البنت الصغيره ما يمكنش يعطيوها ليا حيت انا فايتها بزاف في السن، والدريه الاولى والثانيه دوك مزوجات، يعني بقات غير الثالثه هي اللي نقدر نتزوج بها. وكنت كنحلم وكنتمنى الحاج الشافعي يعرضها عليا ويزوجني بها، وخصوصا انه كيكرم الرجاله ديال بناتو، يعني اللي كيخطبوا بناتو كيكرمهم، كي يبني لهم واحد الدار اللي هي فخمه، وكيكتب لهم واحد القطعه من الارض، وتيعيشوا واحد الحياه سعيده باذن الله. وانا هاد البنت هذه كنت بغيتها انا، ومني ما عرضهاش عليا وعطاها لهذاك الشخص اللي هو فؤاد، بقى فيا الحال. وبديت كنخطط اش ندير. المهم قال لهم جا نهار العرس اللي غادي ننفذ فيه هذا المخطط ديالي. ونهار العرس قال لهم انا كنت موجد كل شيء في الدار، باحت القبر، موجد السيما، كل شيء موجود. جيت عند عزيز وانا نهمس ليه في ودنو، قلت ليه راه بغيتك لواحد القضيه مهمه، قضيه مهمه بزاف. قال لي العريس اللي هو فؤاد الله يرحمه قال ليه ودروك هذا ماشي وقته والناس مجموعين وانا جالس مع العروسه وكذا ما يمكنش نمشي. قال لي لا، قال لي المساله عندها علاقه بالزواج ديالك، المساله حياه او موت وكتهمك، وعندها علاقه بالحياه الزوجيه. يعني اي واحد في هذا، يعني في مكان فؤاد يعني العريس غادي يتصنت ليه وغيمشي معاه، لانه ما بينه وبينه غير الخير. فعلا فؤاد قال للزوجه ديالو اللي هي بنت الحاج، قال لها اسمحي لي واحد 5 دقائق وانا راجع. قالت لي سير الله يعاون. هي فن بقاو كيتسناو فيه، دروك يجي 5 دقائق، ساعه، ساعتين، السيد ما جاش. المهم السيد تبعو من اللور، قال لي تبعني هاد الدار هي قريبه. مشى معاه دخلوا للدار، واحد اللحظه غفلو، عطاها بالظهر وغفلو، وهو يجبد واحد الحديده وهو يعطيه للراس. ضربوا واحد الضربه ديال الغضب وضربه ديال الحقد وديال الحسد، حتى جابوا مرمي على الارض. كما تيقولوا الضربه باش قتلو. ضربه كانت قويه، ضربوا للراس، ضربه للجمجمه حتى كسر ليه الجمجمه.
لاحوا في القبر، اردم عليه، دوز عليه السيما، رجع عندهم تا هو تيسولو فين هو عزيز، ودوك يجي عزيز ياك ما وقع عليه كوا، ياك ما وقع عليه كوا. هذه هي اللي تيقولوا داك المثل الشعبي المشهور اللي تيقول ليه تقتلي بنادم وتمشي في جنازته. هادشي اللي دار هذا حميد مع فؤاد رحمه الله ورجع. المهم الاخوان، كما كتشوفوا القصه كانت اليمه بزاف، كانت اليمه، والناس اللي حضروا وشافوا ما تصدموا وما تيقوش ان هاد عزيز، ان هاد المجرم، عفوا هاد المجرم ديال حميد يقدر يرتكب هادشي كامل من بعد الخير اللي قدم ليه الحاج. والمحكمة الإخوان والأخوات حكمت على هاد مسخوط الوالدين بالمؤبد، لأن يعني ماشي شي قتل خطأ، ولا يعني السيد عنده دافع ديال القتل وعنده النية ديال القتل. والمصيبة الكبيرة هو أنه أثناء التحقيقات معاه قال لهم بأنني كنت بغيت نقتل تا الحاج. شيء طبيعي، لأن الحاج يعني مادام ما عطاش داك البيت غيبقى عزيز دائما خايف. هادشي علاش قال ليه بغيتك تكتبي لي هاد البيت باش يولي ملك ديالي، وباش حتى واحد ما يقدر يدخل لذاك البيت الا بالاذن ديال المجرم ديال حميد. بغى باش يستولي عليه، يستولي على الملكيه ديالو، باش ما يقدرش شي واحد يدخل ليه ويشم شي ريحه ولا يشوف ديك الارضيه اللي تغيرت ولا شي حاجه. وبهذا يبقى دائما الله بوحده هو اللي عالم اش كاين في ديك الدار. اذن مادام ما عطاش الدار بقى دائما خايف من الحاج، ودائما كما تيقولوا خايف من حوايج، ودائما تيقول غتوقع شي حاجه والحاج غادي يدخل الدار، ولا غادي شي نهار يجري عليا ولا شي حاجه ونبان على حقيقتي. فلهذا قال لهم في مغفر التحقيقات، قال لهم كنت بنقتل تا الحاج، غير نتوما كنتو صرع مني، نتوما قال لهم سبقتوا الزمان وكنتو صرع مني. شوف مسخوط الوالدين كان بيقتل الشخص اللي احسن اليه واعتبره بحال ولده، حيت هو اصلا ما كانش عنده الاولاد، كانوا عنده غير البنات، ما كانش كيولد الذكور. كان مسخوط الوالدين بغى يصفيها للحاج اللي ما شاء الله نجمه في السماء كيف ما تيقولوا، مهلي في الناس والمحسن، ومهلي في اليتامى وفي الدراويش. وكما قلت لكم الاخوان، فالمحكمه حكمت عليه بالمؤبد، حكموا عليه بالمؤبد. هذه الاخوان هي قصتنا. سمحوا لي بزاف الا طولت عليكم، وراني بدلت الاسماء وبدلت بعض الاماكن خصوصا المدينه، وكنت كنغلط بزاف واحد السميه. المجرم ديال حميد كنت نقول ليه بعض المرات عزيز، علاش؟ او فؤاد كنت كنقول ليه عزيز، حيت عزيز بقى معايا من الاسماء الاولى اللي صبتها في القصه، ولكن بدلتهم انا باش يكونوا اسماء مختلفه. نتمنى القصه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تقولوا لي كي جاتكم القصه، واش بان لكم في هاد مسخوط الوالدين ديال حميد، واش بان لكم في هذا الرجل الكريم صاحب الايادي البيضاء، اش بان لكم في الاحسان اللي حسن لهاد الشخص واعتبره بحال ولده، ولكن الاخر غدر به وقتل ليه زوج بنته، وكان بغى يصفيها ليه حتى هو، لولا الله سبحانه وتعالى بغى ليه الخير، ولولا ثم لولا الفطنة ديال الحاج الشافعي اللي عاق أو اكتشف أو حس بأن المجرم حميد، الجاني حميد، ما بقاش هو داك الشاب أو داك حميد اللي كان شحال هادي. رد ليه البال بأنه تغير، وهنا الحاج مشى لدارو بقى كيفكر، وبقى كي كما كيقولوا بقى تيزدي في بعض الأحداث، والله سبحانه وتعالى ما خيبوش وقدروا
يوصلوا المجرم بالمساعدة ديال مفتش الشرطة اللي هو من العائلة ديالو، وبالمساعدة ديال الشرطة. وهنا كتنتهي قصتنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.